اللي هتعرفه النهاردة هو أخطر تهديد ممكن تتعرض له، وتكون النتيجة هي تشفير كل معلوماتك الشخصية أو حتى المعلومات الخاصة بشغلك. وعلى فكرة، الموضوع مش بعيد عنك، اللي هقوله لك ده ممكن يحصل لأي شخص على وجه الأرض، وكل المطلوب بس إن يكون عندك جهاز كمبيوتر متوصل بالإنترنت. واللي هيحصل إنك هتتعرض للابتزاز في مقابل إن معلوماتك ترجع لك تاني، وده عن طريق فلوس هتبعتها لأشخاص مجهولين ما تعرفش عنهم حاجة ومن غير أي ضمانات، ويا ترجع لك معلوماتك يا فلوسك ومعلوماتك تروح عليك. إيه هو فيروس الفدية وانا كراي، وإزاي أكتشف وجوده وإزاي أحمي نفسي منه؟ ده اللي هتعرفه النهاردة على لوجيك بلس. سنة 2017 ظهرت مجموعة سموا نفسهم شادو بروكرز أو وسطاء الظل، والمجموعة دي أعلنت إنها استولت على أدوات وثغرات من وكالة الأمن القومي الأمريكية، اللي كانت الوكالة بتستخدمها في اختراق حسابات المستخدمين. وكانت من ضمن الثغرات دي ثغرة أمنية بتسمح للهاكرز بإصابة الأجهزة بفيروس اسمه وانا كراي. إدوارد سنودن موظف بوكالة المخابرات الأمريكية CIA نزل تغريدة في تويتر على حسابه الشخصي بيقول فيها إن الوكالة لو كانت اكتشفت الثغرة قبل الوصول ليها كان من الممكن السيطرة على الاختراق بسهولة ومنع المهاجمين من اختراق أنظمة عدد كبير من المستشفيات. وكانت النتيجة إن أكثر من 70 دولة في أوروبا وآسيا اتعرضت للاختراق، والنتيجة تعطيل مؤسسات ضخمة وخروجها بره الخدمة. ومن أهم الأماكن اللي تم استهدافها منظمة الصحة العامة في بريطانيا، واللي تسببت في شل جميع أجهزة الكمبيوتر في عدد كبير من المؤسسات الطبية، وبالتالي عمل فوضى في عشرات المستشفيات، واللي اضطروا انهم يوقفوا الاجراءات الطبية وكمان ما يستقبلوش الحالات المرضية ويحولوهم لمستشفيات تانية. ده غير وزارة الطاقة والسياحة في اسبانيا اللي اعلنوا عن هجوم واسع النطاق استهدف عدد كبير من الشركات الاسبانية، واللي طلبوا منهم فدية مقابل انهم يرجعوا لهم الملفات اللي تم اختراقها. وفي نفس الوقت اعلنت الولايات المتحدة والصين وروسيا واسبانيا وايطاليا وألمانيا وفيتنام وتايوان بتعرضهم لهجمات كبيرة، وناشدوا كل الدول بعدم دفع الفدية، لأن استرداد المعلومات بالطريقة دي حاجة مش مضمونة. وللأسف عمليات الهجوم ما وقفتش عند المؤسسات والشركات بس، دي كمان استهدفت الأفراد. في سنة 2017 بس أثرت الهجمة على 200 ألف ضحية من 150 بلد مختلف، وطلبوا منهم الدفع بالبيتكوين العملة الرقمية. الموضوع بيبدأ لما تعمل بحث على جوجل عشان محتاج مثلا تنزل برنامج معين، وقتها جوجل هيديلك خيارات كتير لكل المواقع اللي فيها اسم البرنامج اللي بتدور عليه، وبصرف النظر عن انها مواقع رسمية او غير رسمية جوجل بيديلك نتيجة البحث وانت حر في اختيارك. فبتدخل على الموقع اللي اخترته وبتبدأ تعمل داونلود للملف وتبدأ تثبته على جهازك، واللي بتكتشفه بعد كده ان مش هو ده البرنامج اللي انت كنت محتاجه، لكن للأسف بيكون بعد فوات الأوان. بمجرد انك دوست على الملف فبتكون فتحت ثغرة في جهازك واديت تصريح للهاكر بالهجوم، ولو تعرضت للهجوم ده فبيحصل حاجة من اتنين: يا اما بيتم تشفير النظام بالكامل، يعني قفل نسخة المايكروسوفت ومش هتفتح تاني غير بشفرة معينة، او انك تدخل فتلاقي كل الملفات متشفرة ومش هتلاقي غير رسالة من الهاكر بيطلب فيها انك تدفع مبلغ معين مقابل فك التشفير. وفي كل الحالات انت الخسران، لانك في الاخر هتتعامل مع اشخاص ما عندهمش مبدأ ولا ضمير. ونيجي للسؤال المهم: ازاي اقدر احمي نفسي من فيروسات الفدية؟ المتخصصين بيقدموا لك بعض النصايح اللي هتساعدك بشكل كبير انك تتجنب هجمات الهاكرز. انك باستمرار تحدث نظام التشغيل ويندوز على اجهزتك، لان شركة مايكروسوفت نزلت تحديث بيسد الثغرة اللي بيستغلها الهاكرز في اختراق الاجهزة بفيروس وانا كراي. وحاول تبعد عن المواقع المشبوهة الغير موثوق فيها، وما تفتحش اي روابط بتجيلك من رسائل الكترونية او على اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. كمان لازم تستخدم برنامج مكافحة الفيروسات وتحدثها باستمرار، ولازم تخلي عندك نسخة احتياطية من الملفات الضرورية وبشكل دوري. كمان تخلي بالك من الرسائل الاحتيالية اللي ممكن يكون فيها اسماء شبيهة باسماء شركات مشهورة وبتطلب منك الضغط على الرابط علشان تشوف احدث منتجاتهم. هسيبلك في صندوق الوصف روابط هتساعدك بانك توقف بعض مميزات الويندوز اللي هتحميك من وصول الهجمات لاجهزتك. ولو كنت شايف اننا بنقدم محتوى مفيد اشترك في القناة وفعل زر الجرس